وأيضا هذه الأبيات: سار القلنبلي لها الفكر يمليه، نظم القريحة من صميم الفؤاد، يلقاف يعرف من مبادئ معانيه، عبرت به عن مقصدي واعتقادي، قلته ونزهته عن العيب تنزيه، من خوف لا يلقى عليه انتقادي. الشعر بحكمه وعبره وتوجيه، إن كان سخر للهدف والمرادي، وبعض الشعر نظمه رزاله وتشويه، حتى فقد معناه واصبح دوادي، من لا تبصر في قرايض مهاجيه، عز الله انه تايه البصر غادي. نبعد عن اللي يكسر الباس طاريه، والعمر يقفاها الفنا والنفادي، خاب الذي داس الشرف في مواطيه، ومن لا حفظ عزه غشاها السوادي، وخاب الذي نفسه على الذل ترميه، ياخذ بيات ونوب هجادي. لو كان معسر فاضيات مخابيه، وحديه من سكات الأيام حادي، الواجب إنه ما يطمن على بيه، والرزق عند الله ولي العبادي، الرزق بطرف الخطا والمناويه، لا بالخمول ولا يجيب القعادي. علم الفخر يدوم مجده الراعيهم، ولا يحوش الطائله ما استفادي، والخايب اللي ما وقف دون عانيه، لخير به مهما يكون اقتصادي. تم الجواب وطيب القول نهديه، للي تسمع بالقوافي إرشادي.